ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه دلوقتي؟ حاجتين مهمين قوي محتاجين نتكلم فيهم، برونو وفيني. وتعالوا نقسمهم كده. تعالوا الاول نتكلم بفيني عشان دي الصفقه بصراحه اللي مخلياني ما انامش كل يوم، وبنام على اخبار فيني وبصحى اشوف ايه اخر الاخبار في اخبار فيني والحاجات دي كلها. السؤال هنا، هل صفقة فينيسيوس جونيور لو تمت تبقى أكبر صفقة في تاريخ البريمير ليج؟ تعالوا نحسبها كده مع بعض. إيه الصفقات تاريخيا اللي عملت ضجة في البريمير ليج أو عملت شقلة، يعني قلبان في البريمير ليج، إن فريق اشترى لعيب؟ أنا مثلا الصفقات اللي قاعد بفكر فيها من دماغي، مثلا صفقة بوجبا بتاعت مانشستر يونايتد، صفقة كريستيانو رونالدو لما المرة الثانية مانشستر يونايتد رجعوه من يوفنتوس، عندك صفقة مسعود أوزيل، عندك مثلا صفقات. يعني أنا مش قاعد بفكر في الصفقات، مش شايف إن في صفقة مؤخرا ان انت جبت لعيب سوبر ستار في الدوري بتاعه في بلده وجي البريمير ليج وعمل قلبان بهذا الشكل. انا متخيل ان فينيسيوس جونيور لو ارسنال اشتراه ممكن يصنف من اكبر الصفقات في تاريخ البريمير ليج، لان ده لعيب بيلعب في ريال مدريد، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه، هو احسن وينج ليفت في العالم، لعيب كاليبر وورلد كلاس، لعيب يعني من ممكن تقول لو هتحط مثلا احسن لعيبه في العالم، هو اعتقد ان هو ممكن يكون في التوب 10 مثلا. يعني التوب 10 ده كده لو ايه هزودها كتير، بس هو اكيد فيني من احسن 10 لعيبه في العالم. فانا بفكر في الصفقات اللي ممكن تكون عملت ضجه في البريمير ليج بالمنظر ده، او عملت مثلا قلبان في البريمير ليج على هذا الوزن. مش متذكر مثلا غير صفقه كريستيانو رونالدو بتاعت المره الثانيه اللي عملت العالم كله بيتكلم عليها، والعالم كله بيفتح التلفزيون عشان يشوف اول ماتش لكريستيانو مع مانشستر يونايتد بعد المره الثانيه. وممكن مثلا الصفقه بتاعت بول بوجبا في سنه 2016 لما مانشستر يونايتد لما بوجبا رجع تاني مانشستر يونايتد من يوفنتوس برضو. وفي صفقه مسعود اوزيل في الديدلاين داي لما ارسنال جابه سنه 2013 برضو. الصفقه دي عملت ضجه بنت لذينه وقلبان ابن لذينه. في لعيبه طبعا جت البريمير ليج من انديه اخرى وبقت نجوم واساطير في البريمير ليج، ولكن مش دول اللي انا بتكلم عليهم. انا بتكلم اللعيب اللي انت اوريدي هو في ليفل الورد كلاس، وفي ليفل اللي هو لعيب في حته تانية فارق عن لعيبه كتير قوي في العالم، وانت جبته وهو في الستيت دي البريمير ليج. انا مش فاكر ان في صفقات كتير حصلت بالوزن ده او على هذا الوزن، او لو في انا ممكن مش فاكر. يعني ايدن هازارد مثلا، انا فاكر قوي التويته الشهيره بتاعته اللي هو انا هروح للفريق اللي هيكسب الشامبيونز ليج، وبعدين تشيلسي كسبوا الشامبيونز ليج وراح. بس برضو ايدن هازارد عمل معظم الليجاسي بتاعه مع تشيلسي، يعني هو مش معظم، هو اكشلي كل الليجاسي بتاعه، كل البرفورمانسز الكويسه وكل الاجوان وكل الكلام ده كانت مع تشيلسي. انما انا مش شايف ان في صفقه حصلت ان احنا لعيب وورلد كلاس في الليفل ده، ولعيب عامل قلبان في العالم، ولعيب بيلعب في ريال مدريد ومن احسن لعيبه في العالم، وانت تجيبوا البريمير ليج. انا شايف ان الصفقه دي لو تمت ممكن تكون صفقه يعني تاريخيا تصنف ان هي من اكتر الصفقات اللي في البريمير ليج عملت قلبان. ممكن بقى في صفقات تانية في البريمير ليج من انديه لبعض، فان بيرسي من ارسنال لمانشستر يونايتد، الله يسامحه بقى. في برضو عندك فرناندو توريس من ليفربول لتشيلسي. الصفقات اللي هي انترنال في البريمير ليج، اليكسيس سانشيز لو هنقول ان هو لما راح من ارسنال لمانشستر يونايتد في الشتاء بتاع 2018 لو انا فاكر صح، او 2017، دي برضو عملت ضجه شويه بين الجمهورين. انما ان انت لعيب من بره ويجي البريمير ليج، انا مش فاكر ان كان في صفقه عمل قلبان وممكن تكون عملت ضجه في العالم الرياضي بهذا الشكل. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي برضو انا مش فاهم احنا ليه مش بنقدم عرض رسمي لفيني. يعني انا مش عارف احنا ليه مقضيينها ان احنا بنراقب في موافقات على كل الليفلز. ارسنال كل الناس الايند على الصفقه، كل الناس متفقه على الصفقه. طب فين العرض الرسمي؟ يعني انا مش عارف. احنا ماشي بنراقب وبنقعد نكلم فيني في الخباثه وبنبعت له واتساب والكلام ده كله جميل وعلى عيني على راسي، والنيه ان احنا عايزين الصفقه ماشي. فين بقى العرض الرسمي؟ ما تعمل ما دام انت كده عندك النيه وموافق على المبلغ، وبتقول وزي ما الاخبار بتقول ان انت تواصلت مع الكامب بتاع فينيسيوس جونيور وان الاثنين موافقين على العرض المالي والكلام ده كله، ما تقدم عرض. ده بالعكس، ده هيحط ضغط اكتر على ريال مدريد، ان لما يبقى في عرض رسمي من ارسنال وهيبتدوا فعلا يفكروا، هيحط ضغط على كل الجهات. انت كده بتحط الكره في ملعبهم، اللي هو عرض لعيب فاضل له سنه في عقده اهو، هنعرض عليه ليتس سي 120 130 مليون باوند، وانتوا اصلا المطالبات اللي هو بيطالب بيها انتوا مش عايزين تجددوا له. فانت قدامك فرصه دلوقتي للعيب ان انت تستفيد منه 130 مليون وفاضل له سنه في عقده، او تستنى للويندو بتاعت يناير وسعره هيقل فيها، او تستنى كمان للسنه الجايه ويمشي كفري. وانا ما اظنش ان ريال مدريد طبعا عايزينه يمشي كفري خالص. فانا مش عارف احنا ليه، بس الاخبار كلها ان ارسنال موافقه، ارسنال بتدرس الموضوع، ارسنال مترقبه، ارسنال موافقين، كله موافق، في نيه جميله. ماشي، ليه بقى ما نترجمش الكلام ده بعرض؟ ما انت هتخسر ايه؟ مش انت كده هتوصل للليفل او للخطوه بتاعه العرض دي في الاخر؟ طب ما تعملها من دلوقتي.
ما تعملها من دلوقتي. يعني احنا مستنيين ايه عشان نقدم عرض؟ مستنيين ان فيني يقرر الاول ما هيعمل ايه مع ريال مدريد بعدين نقدم عرض؟ الكلام ده بالنسبه لي مش منطقي. طب ما نقدم عرض دلوقتي ونحط ضغط اكتر. بالعكس ده هو فيني لو لقى ان ريال مدريد قبله بالعرض كمان اللي هو بيقولوا ماشي احنا ما عندناش لا هيبقى خلاص ماشي مع السلامه بقى، انتوا مش عايزيني اصلا والكلام ده كله فانا همشي. فانا مش فاهم احنا ليه مش بنقدم عرض. اتمنى ان احنا الايام الجايه دي نقدم عرض رسمي. العرض الرسمي ده انا شايف ان بنسبه كبيره، يعني انت لو هتقول لي النسبه فيني ارسنال ولا ريال مدريد من الاخبار اللي بنقراها ومن الكلام اللي بنقراه كل يوم ممكن نقول انها 51% ان هو ممكن يمشي من ريال مدريد و49% هيقعد مع ريال مدريد. كل يوم بنقرا اخبار عكس بعض ولحد دلوقتي انت مش عارف الصح فين ومش عارف ايه الخبر فعلا الموثوق والخبر اللي فعلا ممكن يكون تحوير. اخبار تطلع تقول لك ان فيني مستعد يتنازل بجزء من راتبه عشان يقعد مع ريال مدريد، واخبار تانية بتقول لك ان ريال مدريد مش موافقين تماما على مطالب فيني، واخبار تانية تقول لك ان فيني عاجبه جدا العرض بتاع ارسنال. طب قدم بقى عرض رسمي لريال مدريد. ريال مدريد لو قبلوا العرض فيني هيجي خلاص، ما دام الاخبار زي ما انت بتقول ان انت متفق معاه على الفلوس وعلى الحقوق والكلام ده كله 100%، انما هو الفلوس اللي هو طالبها من ريال مدريد هم مش موافقين عليها. ودي حاجه تاني برضو بتخليني اسال احنا ازاي عندنا يعني القابليه ان احنا ندفع فلوس اكتر من ريال مدريد؟ الموضوع ده انا مش مستوعبه لحد دلوقتي، انما مش عايز افكر فيه. اللي انا عايز افكر فيه ان هو احنا عندنا القابليه ندفع، ريال مدريد مزمزقين، قدم عرض رسمي، حط الكره في ملعبهم، حط عليهم ضغط اكتر. لو قبلوا العرض الرسمي بتاعك خلاص فيني بقى لعيب عندك، واللعيب هينقلك نقله بنت لذينه، هينقلك نقله، هيحطك في ليفل تاني على الخريطه حرفيا. انت كده هتبقى واخد لعيبه كتيره من ريال مدريد عبر التاريخ بقى، اوزيل، اوديجارد، اسمه ايه، فينيسيوس جونيور. فانت هتبقى برضو حاليا ثريت كبير قوي في اوروبا، وبقالك موسمين بتوصل سيمي فاينل وفاينل تشامبيونز ليج، والموسم اللي فات انت بطل البريمير ليج. فيني هيخليك فعلا ان انت الفيفورت ان انت تحافظ على لقب الدوري بتاعك، هيخليك فيفورت في سباق الشامبيونز ليج لان انت خدت خبره، بقالك موسمين بتوصل سيمي فاينل وبتوصل فاينل، وبقى عندك اللعيبه الورلد كلاس اللي تقدر توديك اوفر ذا ايدج زي ما بيقولوا، او اللي هي ان انت اخر خطوه الفينش اللي انت كنت تعمله في الاخر ده هيخليك هيساعدك بشكل كبير تعمل الفينشنج ده. على الناحيه الثانيه برونو جوماريش بالنسبه لي صفقه كويسه جدا، صفقه كويسه جدا. احنا كنا فعلا نفسنا ومستنيين حد يسند في نص الملعب مع ديكلان رايس. ديكلان رايس يا جماعه شايل نص الملعب بتاعنا على كتافه بقاله 3 سنين، بقاله 3 سنين شايل نص الملعب هجوم ودفاع على كتافه. الواد استنزف. فانا مبسوط ان احنا جبنا لعيب اول حاجه بريمير ليج بروفن. احلى حاجه في برونو جوماريش ان هو اثبت نفسه في البريمير ليج، وما تستقلوش خالص بالموضوع ده. الموضوع ده احنا اتعلمنا الدرس بطريقه قاسيه جدا في الموضوع ده. اللعيبه اللي اثبتت نفسها في دوريات درجه تانية واثبتت نفسها بره بريمير ليج ولكن تيجي هنا بتلاقي انها يعني ركابها هتخبط في بعض ومش عارفه تعمل اي حاجه في البريمير ليج. شفنا الكلام ده في يوكريس، شفنا الكلام ده في استاذ زوبيميندي، شفنا الكلام ده كتير قبل كده، شفنا الكلام ده كتير قبل كده ان انت البيس بتاع البريمير ليج ده مختلف والتنافسيه في البريمير ليج دي مختلفه. اوعى تستقل بصفقه جايه لك من نادي في البريمير ليج ونادي بينافس على مقاعد تشامبيونز ليج وبينافس على مقاعد اوروبا ليج وبيكسب بطولات. اوعى تستقل بحاجه زي كده فعلا تاخدك في ليفل تاني خالص. اوعى تستقل بحاجه زي كده انها تاخدك في ليفل تاني خالص وهتنقلك نقله تانية. ان انت لعيب اثبت نفسه في البريمير ليج دي حاجه مهمه جدا عن لما تجيب لعيب في الدوري البرتغالي او لعيب في الدوري الاسباني او لعيب في الدوري الايطالي واستناه يتاقلم مع الريتم ومع التنافسيه ومع الحاجات دي كلها. دي بتعمل فرق كبير قوي. فانا مبسوط قوي بالصفقه دي، ويعني فعلا مبسوط ان احنا فعلا بدانا نصرف في مجالات مختلفه وبدانا نصرف بنبص في حتت مختلفه. ما عندناش مانع ان احنا ندفع فلوس كتير قوي بس نجيب لعيب فعلا احنا مقتنعين بيه. وطبعا ارتيتا بعد ما كسب الدوري بقى فيه ثقه اكتر في كلامه وثقه اكتر في قراراته. لما بقى بيقول لكرونكي او لما بقى بيقول لما اندريا بيرتا وارتيتا يقولوا لكرونكي عايزين اللعيب ده بقى فيه ثقه. انت خلاص جايب لي الدوري بعد غياب 20 سنه، خد يا باشا الفلوس وهات اللعيبه اللي انت عايزها واللعيبه اللي انت شايف انها فعلا هتاخدك النكست ليفل. فارتيتا في كلمته دلوقتي في حته ثانيه وليها وزن ثاني خالص. انت دلوقتي مدرب كسبان البريمير ليج فكلامك بيتسمع. فانا صفقه برونو جوماريش دي اكتر حاجه عجباني فيها ان هو لعيب اثبت نفسه في البريمير ليج، لعيب غتت واحنا محتاجين نوعيه من اللعيبه دي، اللعيبه الغتت اللي في الملعب اللي بتستفز الخصم. لعيب من اللعيبه اللي انا شخصيا لما كنت بلعب نيوكاسل كان اكتر اللعيبه اللي انا بكرهها هو وجو لينتون. فانا بالنسبه لي ان اللعيب ده يبقى في صف فرقتي في كده صراع نفسي ان انت واحد من اكتر اللعيبه اللي انا بكرهها بس دلوقتي هحبك عشان انت بقيت بتلعب في فريقي. وحاجه تانية ان انا مبسوط جدا اصلا ان انا بقى عندي واحد بيسند مع ديكلان رايس، يريح ديكلان رايس شويه، مش يريحه قصديات دكه، لا يريحه يديله مساحه اكتر في الملعب. ديكلان رايس يقدر مثلا يطلع قدام يرجع ورا براحته، مش هيقعد بقى ديكلان رايس قلقان على الهجوم قدام وقلقان على الهجوم ورا. لا انت معاك لعيب كاليبر كويس برده على الدايره يساعدك في الموضوع ده، ولعيب اثبت نفسه في البريمير ليج بشكل كبير. وانتوا متخيلين يا جماعه ان فرقتنا ممكن يبقى فيها ديكلان رايس، برونو جوماريش، ساكا،
فينيسيوس جونيور، صليبا، جابرييل، رايا. انت بتتكلم في 7 لعيبه انا مثلا قلتهم بسرعه اهو في التوب توب 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 ليفل، فدي فعلا هتنقلك نقله تانية خالص. انا شايف ان في 7 لعيبه اللي انا لسه قايلهم دول كاليبر كويس جدا. كاليبر انا عارف ان ساكا الموسم اللي فات كان وحش جدا ومتفق، وساكا لازم يحسن من نفسه، ولكن انا الموسم اللي فات ده ساكا راجع من عمليه، ساكا راجع من اصابه، فانا ساكا ليه رصيد كبير قوي معايا ان هو شايل لي الهجوم بتاع فريقي بقاله 5-6 سنين لوحده تماما، فانا ليه رصيد كافي وانا عارف ساكا ممكن يقدم ايه ان انا استنى عليه كمان موسم. وان شاء الله اكيد الموسم الجاي ساكا مستحيل يقدم اداء اوحش من الموسم اللي فات. فانتم متخيلين ان انت ممكن يبقى عندك لعيبه كاليبر عالي جدا 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 جدا. احنا بقالنا كتير ما شفناش ارسنال في الحته دي من ايام الانفنسبلز، اللي انت فرقه فيها تيري اونري، بيركامب، روبرت بيريز، يومبرج، فييرا. عمرنا بقالنا كتير قوي ما كانش عندنا ان انت كذا لعيب كاليبر وكذا لعيب ليدر في الفرقه بهذا الشكل بهذا الشكل. ودي حاجه مهمه جدا وحاجه هتفرق معانا جدا. فانا متحمس قوي ان شاء الله ان شاء الله ان انت الكاليبر ده غير بقى ان انت عندك سكواد ديبث حلو قوي، سواء بقى بتتكلم في اوديجارد، بتتكلم في ايزي، بتتكلم في هينكابي، بتتكلم في بين وايت، بتتكلم في تيمبر، بتتكلم مدويكي، بتتكلم يعني ما شاء الله انت بقى عندك فرقتين كويسين، بقى عندك فرقتين كويسين، وده اللي انت محتاجه علشان تتحول الى فريق بيحافظ على الدوري. انا شايف ان ارسنال تاريخيا ما اظنش ان احنا حافظنا على الدوري قبل كده، يعني كل سنه بناخد فيها الدوري كنا السنه اللي بعدها بنفشل ان احنا نحافظ عليه. عندك فرقه تاريخيه كده كويسه وصلبه انها تقدر انها تكسب الشامبيونز ليج ان شاء الله لاول مره في نادي. انا متفائل ان الموسم الجاي ده احنا هنكسب الشامبيونز ليج، انا باذن الله متفائل ان الموسم ده هو ده الموسم اللي ارسنال هيكسب فيه الشامبيونز ليج لاول مره في تاريخه، لان انا شايف ان الكاليبر اللعيبه اللي عندنا صليبا، جابرييل، ان شاء الله برونو جوماريش لما تتم، ديكلان رايس، ساكا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، فيني جونيور ان شاء الله، ديفيد رايا. انا شايف ان احنا عندنا لعيبه كاليبر انها تقدر تكسب الشامبيونز ليج، لعيبه كسبوا بطوله كبيره اوريدي في تاريخهم اللي هي الدوري السنه اللي فاتت، لعيبه ليدرز كلهم في الملعب وليدر شخصيات قويه، لعيبه اثبتت نفسها في التوب ليفل، ولعيبه ان شاء الله بقى لها موسمين بتوصل لاخر ستيجز في الشامبيونز ليج. فانا شايف ان باذن الله احنا نقدر ان احنا الموسم ده نكسب الشامبيونز ليج، ومتفائل جدا ان احنا الموسم ده ان شاء الله ارسنال يقدر يكسب الشامبيونز ليج، لان البوادر كلها بتقول وتاريخيا يعني الانديه اللي بتكسب الشامبيونز ليج كانت دايما بتزمزق في الاول. تشيلسي قبل ما يكسب الشامبيونز ليج خرج من نهائي قدام مانشستر يونايتد في 2008، وبرده خرج من في 2009 من السيمي فاينل قدام برشلونه، لحد ما في 2012 عرفوا ان هم يكسبوا الشامبيونز ليج. ليفربول لما كان بقى لهم كتير ما يكسبوش الشامبيونز ليج سنه 2005 فضلوا برده ان هم وصلوا النهائي الاول، النهائي بتاع اصابه صلاح الشهيره، النهائي بتاع سيرجيو راموس وصلاح، وخسروا النهائي. بعدين الموسم اللي بعديه قدروا ان هم يوصلوا النهائي ويكسبوا الشامبيونز ليج. فدايما تاريخيا التاريخ بيقول لك ان انت لما بتوصل نهائيات وبتخسر بتبقى ان شاء الله بتقرب، ما فيهاش حاجه. احنا خدنا خبره في البطوله دي وعدينا بازمات في البطوله دي، قوتنا وادتنا الخبره الكافيه ان احنا ان شاء الله مع التدعيمات الصح نقدر نكسب البطوله دي الموسم ده. المهم قولوا لي رايكم ايه في الصفقات، وقولوا لي رايكم ايه في الموسم، متفائلين ولا لا؟ انا لاول مره من كتير قوي بخش موسم وانا متفائل، لاول مره من كتير قوي بخش موسم وانا متفائل، لان انا اولا اعصابي هاديه ان انا خلاص كسبت الدوري الموسم اللي فات. انا دلوقتي بقى عايز احافظ على الدوري، ما بقاش فيه الحرقه اللي هو الضغط النفسي ان انا لازم اكسب بطوله عشان تعبت وقرفت وكده. احنا خدنا البطوله السنه اللي فاتت والمره دي داخلين عايزين طبعا نحافظ عليها. مش بقول ان احنا مش هنبقى عايزين نحافظ على الدوري والدنيا عادي لو خسرنا الدوري، لا هنبقى عايزين نحافظ على الدوري وعايزين نكسب تشامبيونز ليج، ولكن الوضع مختلف. ومتفائل ايضا ان احنا كمان بنجيب صفقات، او الاخبار ان احنا ماشيين في صفقات كويسه. برونو جوماريش صفقه كويسه جدا، انت جبت بديل لتروسرد اللي هو زوليس هيبقى سكواد بلاير، عندك مارتينيلي برده ان شاء الله يبقى سكواد بلاير، وفينيسيوس جونيور لو تمت هيبقى لعيب صفقه في الجون ومن اكبر الصفقات في تاريخ البريمير ليج. قولوا لي رايكم ايه، مستني اسمع منكم واشوفكم الفيديو اللي